يا اسطى لسه ظابطه يا اسطى لسه ظابطه. الفيديو الجديد والتحدي التاني من تحديات البروهات، بس المره دي بقى التحدي هيكون مختلف شويه، لان السكرينات اللي جبناها المره دي هتكون سكرينات ايه؟ فشخ الجبل. عشان كده بقى لو بتتفرج على الفيديو ده عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك عشان ننزل التحدي الجديد من سكرينات فشخ الجبل. كل واحد مننا هيجيب سكرينه ويحطها قدام السكرينه بتاعت التاني، واقوى سكرينه فشخ جابها فيهم هي اللي هتكسب. انا من ساعه ما اتخلقت على وش الدنيا دي وانا ما خسرتش ولا فيديو ولا تحدي الا الفيديو اللي فات. لا مش 1-0 ما تقلقش. مش هحسبها. فلو لسه اول مره بتتفرج علينا اعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نخش في المدعكه. انت اللي هتبدا اول سكرينه؟ انا اللي هبدا. 1-0 من الاول. النساء اولا. عم الدرديري منزل بوست بيقول فيه الملكاوي المنتخب النسائي المغربي غدا في مواجهه جنوب افريقيا بنهائي كاس افريقيا للسيدات. ربنا ينصركم يا امارات انتوا. واحد كاتب له كومنت بيقول له حضرتك هتبقى في التشكيله ولا على دكه الاحتياطي؟ فرد عليه بيقول له لو انا قلت لك هبقى قاعد مع والدتك هتزعل؟ ده هو بيردها له يعني. فالواد رد عليه بقى بقصف. هو كل ده لسه قصه متقالش؟ ده لسه رد عليه بقصف. قال له ايه بقى؟ قال له هتبقى قعدة حريم مع بعض عادي، ايه المشكله؟ حلوه بصراحه حقيقي. بس شوف السكرينه اللي انا جايبها. واحد بيقول لواحده انت عارفه الفرق بينك وبين سفينه تايتانيك ايه؟ قالت له ايه؟ قال لها ان تايتانيك عرفنا كام واحد ركبها. كويس بتفهم؟ بس مين اللي تكسب فيهم؟ الصراحه انا ده عم الدرديري مشهور يا اسطى مالهاش علاقه بالمشهور. انت ممكن يكون مخك مش جايب انت عشان لسه صغير صح؟ ماشي مش مشكله. يا عم ارحمني. اسمع عارف يا ناس حد يرحمني من الوقت ده. الحاجات دي ما تتحسبش والله. واحده بتقول لي الاكس بتاعها خالد، رد عليها قال لها نعم. قالت له ايه رايك نرجع لبعض تاني؟ رد عليها خالد نرجع لبعض تاني وعلامه استفهام بقى مستعجل. فردت عليه بتقول له اه. لها ليه حنيتي تاني ولا ايه؟ قامت رد عليه بقى بقصف خليته يعيط على الكلمه هي اللي قصفته. امال ايه النساء برضه. راحت رد عليه بتقول له لا بس انا زايده 10 كيلو وعايز اخس ومفيش غيرك يسدلي نفسي. خدت الصدمه بقى. خدت الصدمه. مفتريه بصراحه. زي ما انت جبت سكرينه للاكسات انا برضو جبت سكرينه للاكسات. واحده بعت لواحد بتقول له عامل ايه وحشتني قوي. لا انت فكيت البلوك ليه؟ قالت له انا وخطيبي سيبنا بعض وقررت ارجع لك. شوف الوقاحه ده انت بكحه. وسامحني بقى هنسمي ولادنا ايه؟ لا هنسميهم ولاد النقص. اجلد عطيه ديك امي. تكسب باكتساح. بتاعتي تكسب باكتساح. الناس كلها يا جدعان تقول ايه رايها برضه. في الاخر الناس تقول ايه رايها برضه يا جدعان. انت اللي هتقول نتيجه في الكومنتات. والله العظيم اشوف كل الكومنتات واعمل لها لاف. مالهاش علاقه ان انا كده هكسب، بس قولوا رايكم في الكومنتات برضه. بص يا اخويا بقى عشان هجيب لك من الاخر. واحده بعتها لحبيبها بتقول له ايه انا هعزم اكساتك كلهم في فرحنا. اكساته؟ فده لا مش هينفع. قالت له ما تخافش مش هزعل ولا هغير. ماشي. رد عليها بقى بقص خلاها ما تمسح كل حاجه. رد عليها لا مش عشان كده. تفتكر انت ليه؟ انا؟ مش ايه يعني ممكن ما يوافقوش؟ علشان مش هتجوزك اصلا. يا ابن المجرمه. ايه ده؟ لا ما انا لسه هقول برضه. هاخد فرصتي. انا السكرينه بتاعتي مش هتبقى سكرينه وسكرينه، لا هي هتتفوق على سكرينتك وهتكسبها. كده مش انت اللي وهتشوف دلوقتي. واحد بيقول لواحده بيقول لها مروه هي دي صورتك الحقيقيه؟ قالت له ايوه. قال لها عامله عمليات تجميل؟ قالت له لا والله. المفروض ما اعرفش. قال لها طب اعملي. ديك امي سبايبر. ايه اسمه ايه؟ سبايبر. امال ايه؟ هو اللي كان صح القناص ده. سبايبر. اسمه سبايبر. خلاص مشيها تعادل. مشيها تعادل. مين اللي يستحق بذمتكم مين اللي يستحق؟ انا بقول بتاعتي بصراحه. بتاعتي.
انا بقول بتاعتي برضه. خلاص مشيها تعادل لحد ما الناس تقول. السكرينه دي بقى سكرينه مشاهير وانا متاكد انها هتكسب. محمد هنيدي منزل على تويتر بيقول مبروك يا فهمي، احلى كتير في الحجاب، المهم يكون على اقتناع. فاهم يعني؟ منزل صورته بالحجاب. راح احمد فهمي رد عليه قال له انا لما اتحجبت قررت التزم، مش مبين نص شعري. خلصت كده. اكسب. سكرينه مشاهير حلو. لا ما لسه انت جبت سكرينة مشاهير، هجيب لك انا برضو واحدة مشاهير. احلام المغنية طبعا انت عارفها بتاعت قرب ايدي، نزلها تويت على تويتر برضو، بتقول يقولون ينتظرون الهلال يظهر عشان يحددون العيد متى، تابوني اظهر الحد ولا الاتنين على السن هي قمر يعني. قام واحد رد عليها رد في الكومنتات هيخليها ما تظهرش تاني، قال لها هيكون اول علامة من علامات الساعة الكبرى هي ظهور الدبة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الصراحة يعني هقول لك على حاجة محمد هنيدي واحمد فهمي. خلاص يا طب اسمعني. خلاص انت عشان هنيدي وفهمي يعني اتنين مين اشهر؟ خلاص يا هم ولا احلام؟ براحتك. كام يعني؟ 5 واحد؟ كام يعني؟ 2-1 يعني؟ انت المفروض 0. 2-1 خلاص. بص يا اخويا استمتع بالقصفايه دي. واحد اسمه مودي عصام منزل بيقول مودي؟ اسمه مودي. منزل بيقول لك ايه، بعد ما كانت بتتوقد بقى عندها فيس وبتقول رأيها. هو بيتكلم على البنات يعني اللي كانت بتتوقد؟ روش خالص جدا فشخ بقى اخر 5 6 7 حاجات. اسمع رد وتنزل. ردت عليه واحده اسمها ندى بتقول له ايه بقى، بعد ما كانوا رجاله زمان وبيحبوا بقى دلوقتي اسمهم مودي. ايه مودي ده؟ صح ايه ده؟ انت اصلا اشمئزيت من الاسم. انا بقى في القصف المره دي من غير ما اقول لك ومن غير مهر كتير، انا هخليك انت اللي تقول بنفسك ان القصف ده هو اللي هيكسب كده. واحد بيكلم صاحبه بيقول له يا ملك، قال له يا زعيم، بيقول له انا كنت عايز اشتري لها حاجه تفتكرني بيها. رد عليه وقال له طب هي بتحب ايه؟ قال له بتحبني. قال له خلاص هات لها خروف لعبه. صحاب ايه بلانيلة دي كلمة صاحبي دي تقيلة، صاحبي حطاني تكفيلة في وقت ما كنت انا مأمنه. امي خروف لعبة احسن. والى هنا مع هذا القصف تنتهي هذه الحلقة، طبعا بفوزي من غير ما اتكلم. فوزي عليا الطلاينت اللي هتحكم يا جدعان. قصفات احسن والله، قصفات احسن. التوينز ميزوهات واخوه الصغير. يعني ايه اخو الصغير يعني؟ انت بتقلي مين؟ حسم الجدل هنا بقى ما بين البروهات ميزوهات واخو ميزوهات، انتوا اللي هتكتبوه في الكومنتات وتقولوا مين بنفسكم مين اللي كسب فينا. هل قصفات جبهات انا اللي كسبت ولا قصفات جبهاته هو اللي كسبت؟ من غير ما اشوف الكومنتات. ما تقعدش تحرق يا ابني، انا كسبان المفروض. انا قصفك انت لوحدك 3 قصفات يا عم. انت بس عشان انت اخوك مش عايز اقل منك. مني اقفل الفيديو اصلا، اقفل بقى الفيديو ونشوف الكلام ده بقى. ايه بقى؟ والله العظيم انا اسف. مع ان السؤال بترجع في كلام.